يا شال ملي بريو ليكسلانس هكا لوكان سيو 85 هكا هيك. السلام عليكم. اللي عنده كاميرا فول فريم وما سياش 85 ملم خاصة 1.4 1.4 اسمح لي راك تراطي ما درنا والو لو كان ما عندكش هذاك شغل اكسبيريونس قوة يا شباب. وراني نخمم واقيلا نبدل الكاميرا ولا نشري كاميرا اخرى رخيصة غير فول فريم على جال الفوكال هذا 85 ملم. وكاش نهار نسيه في ابي اس عندي زد في اي 10 اللانس تاع اليوم خدمته مايكي للفول فريم سوني. دو كيفاش ديزاين تاعو باش تاع كانون اراف. نبداو بالكواليتي تاع البوكي يعني تاع الخلفيه كيفاش دايره شابه ماشي شابه راكم تشوفوا. دوك نديروا مقارنه مع 1.8 تاع سوني وهذا مايكي 1.4 وشوفوا وحدكم الباك جراوند وقولوا لي شكون اللي خير. شوفوا الفرق بين تاع سوني 1.8 ولا 1.4 ولاحظتوا بلي كاين فرق في الالوان. هذه الزجاجه تاع مايكي رايحه شغل وورم شويه عكس سوني. نوري لكم اللقطه واحده اخرى وين كنت نمشي وشوفوا الباك جراوند هذاك خاطر كان يتبدل. يعني صراحه ما قوه ما عندي ما نقول. نزيد نوريكم لقطه في الليل باش تشوفوا الضواوي كيفاش يولوا في الخلفيه السيركولار بوكي وشنو يتعود شويه في الاطراف. البوكي هذاك ما يوليش مدور يولي شغل العينين تاع القطه. وفيما يخص الاوتو فوكس هنا وين لازم نركزوا مليح على خاطر اوتو فوكس مع الاول باني شباب خاصه كي كان جاي عندي يوسف شغل كان يتبعو كلش يلصق الله يبارك. حتى انا كي كنت نمشي الاوتو فوكس كان لاصق في وجهي. وهذه ما تنساوش تولي لقانيت الكاميرا تاع سوني كنت نجربو في A7S 3. بصح شوفوا هنايا راني بالمايكي 85 ملم نتاستي في الاوتو فوكس ومورايا شغل كانت الضو كانت اوفر اكسبوست. شوفوا كي يروح اوب شتو كيفاش كان يبومبي البولس هذيك شغل يروح يولي. هذه هي تسمى ماشي سموث. بصح شوفوا كي سيت كذلك تاع سوني نيتيف غير نخرج ماشي كيما المايكي كاين شويه رعاشه هذيك بصح ماشي كيما المايكي. فوكس على الشجره الاخرانيه راك فوكس هذا نولو زبادي ماني الفوكس تاعو هاي. وشنو كي ديروا الراك فوكس مانيوال لاحظوا باللي كاين الفوكس بريدينغ يعني الصوره هذه شغل زومي. في العموم هاد اللانس شباب كي تشدو تحس باللي جود بيلد كواليتي رغم انه مخدوم بلاستيك. فيه وادر سيلينغ فيه اليو اس بي سي باش دير فيرموير ابديت فيه الخاتم باش تبدل ابرتشر مانيوال. وهذا هو السعر تاعو دوك نكتبو هنايا. صح اذا جبت سوني 1.4 مستعمل وبسومه شابه ننصحك بالسوني. صح المايكي اذا تحتمت عليك لازم تشري وما عندكش مشكل معاه كي الفوكس هذاك شغل اللي يرعش شويه في الانتقال خاصه كي يكون الباك جراوند ضاوي في الخلفيه. انا عجبني هذا اللانس. دوك نزيدو نشوفو الشاربنس تاعو. هاليك شاربنس تاعو في الوسط 1.4. هذه بسوني A7 2 اسمها ماشي طالعه بزاف ميجا بيكسل. وشوفوا شحال يزيد يولي شارب في 2.8 هكذا. وشوفوا هاد التجربه باش نبين لكم برك الفرق بين الخلفيه كيفاش تتبدل وكيفاش الشكل هذاك تاع البوكي هذاك سيركولر يتبدل من فتحه عدسه 1.4 اللي راكم تشوفوا فيها الاف 2. شتو كيفاش بدا يتسقم بدا يولي مدور. صراحه انا في رايي هاليك هاد البوكي تاع اف 4 في هاد السيتويشن هنا في هاد اللقطه فقط عجبني على تاع 1.4. فهمت اسمها سوم تايمز ماشي لازم لك 1.4. وشوفوا هنايا 5.6 شتو فول فريم. شوفوا اف 4 وفيها بزاف الفلو. هذه على قله على بها حبيت نجيب فول فريم. وهاليك اف 8 وفيها الفلو. على كل حال كان ديستانس بين الشجره والخلفيه. ومقبله كي كنت نمشي ولا مثلا نجري كيما هنايا كان يتبعني يوسف باللونج بورد هاند هالد قوه. ويوسف قال لي لو كان خير نزيدو نديرو الجيمبل قلت له ما كان له نزيد نشقيك يا بزاف. هاولي كيفاش كان يدير يوسف كان يجري باللونج بورد مزيان ماشي سكيت بورد يا. واللي يعرف الحكايه تاع سكيت بورد يكتب في التعليقات.